السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل له كده اكله كده سريعه وخفيفه، كفته. بس التكايه اللي فيها طريقه التقديم. بس كفته عاديه خالص، نص كيلو لحمه مفرومه، ملح، فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، بصلايه مبشوره، بس انا ببشرها بالمبشره الناعمه، ما بتبانش بقى في الكفته، بتبقى حلوه قوي. وهعجنهم كلهم مع بعض واصبعها. من ضمن الحاجات اللي بتنجح بقى الكفته يا بنات ان انت تدعكيها جامد، يعني مش مثلا ان انت تقلبيهم في بعض، لا، اكنك بتعجني. يعني دايما لما تيجي تعملي الكفته تحسي كده ان انت بتعجني، مش بتعملي كفته، مش بتقلبيهم في بعض. تنك تدعكيهم في بعض كده جامد، وتسيبيها بعد ما تعجنيهم جامد تسيبيها كمان ترتاح. دي برضك من ضمن الحاجات اللي بتنجح الكفته حلوه قوي وتفضل متماسكه. افضل ما تحط لها بيضه وبقسماط والفرح اللي بيحطوه ده كله، لا. اكتر حاجه بتنجح الكفته ان انت تتنك تعجنيها كده كده. كل ما تعجني كده فيها، كل ما الانسجه بتاعتها تترابط ببعض وتتماسك، وتطلع معاكي الكفته ملساء وماسكه. ما تلاقيهاش كده مفرفره كده اكنها مفرفته، لكن تلاقيها كده ملساء وماسكه. دي من ضمن الحاجات، بس ايه، تكايه كده على السريع. نعمل بقى كده. بعد ما عملنا كده اروح لفاها كده وغسله ايدي واسيبها ترتاح شويه. ما ترتاح شويه هتبتدي بقى ايه، تصبعيها بالطريقه اللي انت عايزاها. ولما تيجي تصبعيها تمسكيها كده عشان تلبسيها تاني ببعضها وتبتدي تعمليها. بصي بقت كده ملساء وحلوه ازاي اهي، ولسه ما ارتاحتش. والبصلايه لما بتبشريها بالمبشره الناعمه بتبقى احلى من المبشره الخشنه، ما تبقاش باينه فيها كده زي الخطوط فيها، فبتبقى حلوه كده قوي. كده هصبع بقى الكفته وارجع لكم. وكده يا بنات بعد ما الكفته ارتاحت، بصوا انا صبعتها وعملتها كده صوابع كده ايه طويله. هجيب طاسه حطيت فيها معلقه سمنه وابتدي ارص فيها الطاسه عشان الكفته عشان اسويها. وانا بقى عقبال ما الكفته ارتاحت بدات ايه، حضرت العيش. عملت عيش تورتيلا، انا قبل كده كنت عاملاه معاكم، هوريه لكم بردك دلوقتي. حطوا بس الكفته كده على النار واوريكم انا عملت ايه، وهنبتدوا نحشي السندوتشات دي ازاي. والكفته على النار، بصوا غسلت الجرجير وخرطته ونشفته بتاعه الخضروات دي، بتبقى حلوه عشان بتخلي الجرجير ما فيهوش اي نوع من انواع الميه. ماشي. وبرده حضرت ايه، قطعت كده فلفل على هيئه قلوب عشان احط فيه السندوتشات. حضرت الخله كده، وعملت طحينه وبخففها بميه وبحط لها ثوم وليمون وكمون وشطه. ماشي. وهوريكم برضك عيش التورتيلا اللي عملته ده يا بنات. عيش التورتيلا اللي انا عملته، بصوا عيش صغير ازاي. انا بقى عاملاه ليه صغير كده عشان انا قلت لكم انا عامله كفته اكله عاديه، بس هي طريقه التقديم بس هي اللي فيها تكايه صغيره. ايه التكايه الصغيره؟ همسك احط كده طحينه بس كده، حته حاجه بسيطه، وهحط رشه جرجير، وهحط كفتايه، وهبتدي اقفل بقى كده الساندوتش واحط له خله بحته الفلفل. الفلفلايه دي انا قطعها كده ازاي، بقطعت المعجنات اللي على هيئه قلب. عندك قلب، عندك دايره، عندك نجمه، اللي انت عايزاه اعمليه. فهي دي كده ايه التكايه الجديده اللي في ايه، في الساندوتش. هعمل لكم تاني واوريكم. هبتدي بردك احط طحينه زي ما احنا قلنا. هبتدي احط طحينه بس كده بالمعلقه، واحط جرجير، واحط الكفته، وبقفل كده عليها الساندوتش. بصوا كده قفلته ازاي، وباخد الخله فيها القلب وبنزلها كده عشان الخله هي اللي هتقفل لي ايه ده. بالنسبه بقى للرصه في الصينيه، عشان انا برضك بحب ايه اوريكم ايه الافكار اللي انا بعمل على اساسها. انا همسك الصينيه هرش كده كده جرجير، وهبتدي ارص على الجرجير، ارص واحده حمراء وواحده صفراء كده. ابتدي ارص برضك كده في النص التاني، دي هنا كده.
الفكره في الفيديو ان طريقه التقديم المختلفه للكفته. هتحطي ايه يا مسمر في النص؟ محمره بطاطس زي ما انتوا عارفين. كل الاولاد عايزين ايه؟ بطاطس وكفته. مفيش دعوه بالعيال الصغيره والعيال الكبيره، كلها زي بعضها خلي بالك. كلها بتحب الاكلات ايه؟ السهله. شوف بس كده المواعين من تحت ايدينا، وهنكمل بقى بقيه الصينيه وهوريكم بقى الشكل ايه النهائي. انتوا كده تخيلتوها معايا متهيألي. وكده يا بنات ده الشكل النهائي للكفته. الغداء النهارده كفته وبطاطس. يا كفته وبطاطس، بس لو يجي يشوف الصينيه دي كده اهوت، سواء جوزك او لاولادك، لا ده جميله الكفته والبطاطس يا ماما، اعمل لنا كل يوم كفته وبطاطس. وده كان الفيديو بتاعي، وكانت الفكره البسيطه اللي انا حبيت اوصلها لكم. تعملوها وجربوها وقولوا لي ايه رايكم. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها، واشوفكم في فيديو جديد، فيديو صغير وسريع. جربوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.